مشاهدينا الكرام، مشاهدات الجديدة، معنا هذا الشاب هذا لأنه طلبنا باش أننا نبينوش بوجه مكشوف حفاظا على الأسرة ديالو، حفاظا على الأشغال ديالو الشخصية. فبذلك كما كتشوفوا معنا عبر هذا البث المباشر عبر قناتكم قناة الشعب، قناة شوف تيفي، معنا هذا السيد هذا اللي كان عنده اسطبل ديال الدجاج ومربي الدواجن. فكما كتشوفوا معنا هذا الشخص بعد ما كانت حياته بخير وعلى خير تقلبات حياته رأسا على عقب، ولاو في حقه ديون، ولاو في حقه فلوس صحيحه اللي كيتسالوها ليه الناس. الان بالسجن المقابل انه يخلص جميع الديون ديالو، ولا غادي يتشد في السجن. نخليه هو يحكي لكم التفاصيل هذه القضيه. تفضل سيدي، خلي لي الميكرو هنا، تفضل وغوت شويه باش نسمعوك. السلام عليكم. انا كنمارس مشروع ديال التربيه ديال الدواجن، الاسطبلات ديال التربيه ديال الدواجن. تعرضت للفيروسات مؤخرا، واحد المده ديال 4 شهور دابا جا واحد الفيروس وضاع عليا فيه الدجاج في الفيرمير بزاف وتراكمت عليا الديون. دابا حاليا انا حابس، كلشي حابسين عليا السلعه، عندي شيكات غادي يدخلوا هذا الاسبوع، تراكمت عليا الديون. انا ما بغيتش نطيح، يعني ما بغيتش نحبس، والحل الوحيد اللي يبقى عندي هو هذا المنبر باش انني نكمل كيف ما كنت ونعاود من جديد ونعاود نوقف ان شاء الله من جديد. انا على يقين ان مازال قدامي الخدمه ان شاء الله، ومازال غادي تستمر الخدمه ان شاء الله، ومازال غادي نوقف. الهدف اللي عندي وهو انني تبقى السمعه ديالي مزيانه ونبقى خدام، وباش نبقى خدام ضروري خصني نسدد ولو النصف من الديون اللي عندي باش ان العمليه تستمر. دابا هذا نداء لاي واحد. دابا شنو وقع لك؟ فيه ملي كنتي مربي دجاج؟ شنو وقع لك؟ جا فيروس ديال الدجاج. والفوانزا جات. شحال دالك ديال الدجاج؟ دات لي تقريبا واحد 13000 ديال الدجاج. اللي خلاني من بعد ما كتكربي 60000 ديال الدجاج، مشات لي 13000 ديال الدجاج. دابا حاليا الفيرمات ديالي كلهم حابسين، ما عنديش، ما كاين حتى شي حل. يعني من بعد ما كتوصل لواحد البلافو ديال الدين ما كتبقاش الشركه تقدر تتعامل معاك الا ما سددتيش، فهمتيني؟ دابا هذا هو المشكل اللي كاين. باش انني نفك هذا المشكل ضروري خص الكونط باش يبقى خدام، خصني نفيرسي ولو 50% ديال الديون اللي عندي. دابا هذا نداء لاي شخص، اي واحد بغى يتعاون معايا بالضمانات اللي بغا، ما عنديش مشكل في اي ضمانه احتاجها مني، مرحبا، ما عنديش مشكل. الكونترات ديال الفيرمات، اي حاجه احتاجها ضمانه مني، مرحبا. يعني انت كتقول شي واحد يدخل معايا شريك يخلص الديون ونبداو ما عنديش مشكل. بغى يدخل شريك، بغى نعطيش الضمانه ديال ان فلوسه ترجع ليه، المهم هو ان هذه الازمه هذه غادي. انت ما بغيتيش تدخل، ما بغيتيش تحيد من الدومين. ما بغيتش تحيد من الدومين، وخاصه ان هذا الدومين كتخدم فيه السمعه ديالك، هي اللي كتخدم. الا دخلت شي كورجا ام بي ما عمرك تقدر انك تعاود تمارس هذه المهنه هذه. الحل الوحيد اللي كاين هو انك تسدد الديون اللي عليك. يعني دابا انت حاليا دخلتي في واحد الازمه اللي هي كبيره. دخلت في واحد الازمه اللي هي كبيره واللي هي على الحافه، يعني اللي ما بقاش، يعني في اي لحظه يقدر يدخل لك شي شيك، تقدر تعتقل، يقدر يمشي كل شيء، سالات الدومين، سالات الخدمه، سالات اي حاجه، فهمتيني؟ دابا هذا نداء اي شخص بغى يتعامل معايا بالطريقه اللي خيراته هو، بكونترا، بضمانات، باي حاجه، باش انني نسدد ولو 50% من الديون. الدنيا ما رحماتكش. ما رحموناش. دابا فاش كيحبسوا عليك السلعه غادي تخلص. شنو قررتي دابا غادي دير؟ دابا حاليا انت حاط رجلك في الدنيا وحاط رجلك في الحبس. النداء الاخير هو هذا، يعني في نهايه الاسبوع كما سمعتي في الاوديو اخي مهدي، في نهايه الاسبوع غيدخلوا الشيكات. روشيرشي يعني سالات. الا دخل شي روشيرش يعني راك سالات الخدمه، سالات الدومين، انفو كيولي عندك وسخ في البنكه. سير عاوتاني هبط 48 تحقيق، عاوتاني دوز عند وكيل الملك يحيلوك على السجن. انت يعطيك مهله تخلص بزاف. يعني راه شوف، حتى من بعد هذا الشيء ما بقاش خدمه. يعني الا كنتي غادي غير دوز هذه المده وغادي ترجع عاوتاني كما كنتي وغترجع تخدم، ما يمكنش. انفو غادي يولي عندك هذا الشيء في هذا الدومين بالضبط، يعني راك ما عمرك ما بقيتي غتقدر تخدم، وما عمرك بقيتي غتمارس هذه المهنه هذه. وانا ما وصلتش، انا ما جيتش وصلت لهذا الشيء غير هكا. من بعد واحد تكرفيس، ومن بعد واحد التماره، ومن بعد واحد بزاف ديال الحوايج دزنا منهم باش اننا نقدروا نوصلوا لهذا الشيء، وباش اننا نقدروا نديروا سميتنا، وباش اننا نقدروا نخدموا. دابا الرساله اخي مهدي هو نداء لشي شخص يتعامل معايا باي طريقه بالضمان. كمل اخويا.
ديك اخي المهدي الميساج اللي عندي انا اللي بغيت نوصلو صح تفضل. شي شخص اللي يسلفني او اللي يتعامل معايا بالضمانات اللي احتاجها هو وبالضمانات اللي بغا هو باش انني نقدر نسدد ولو 50% من الدين اللي عليا ومأخذ. يعني هذا هو الطلب ديالك. لانه هذا هو الحل. الحل هو انك تسدد واحد النسبه باش انك تعاود تفتح الكونت من جديد وباش انك تبقى خدام.